بديلا فعلا. ها نشاهدوا على الصورة، وهو كذلك التغيير يتأكد الآن كريم. الحارس يتجهز انتظروا كثيرا من أجل طبعا يريدون استغلال هذا الوقت من أجل كسر رتم المولودية البجاوية حتى يقلقوهم ينرفزوا اللاعبين كثيرا. خليهم يباركوا يتكلم فقط مع الحكم، اما البقيه لازم يبقوا في اماكنهم من دون الحديث مع الحكم، يبقوا مركزين على المباراه بدل القيام بالكلام اللي يخليهم ربما يخرجوا من المباراه. اذا البديل الاضطراري الاول هو محمود عبد الرحيم الحارس الثاني لنادي الزمالك. لا اعتقد بانه سيكون بنفس القوه بنفس البراعه التي كانت عند احمد الشناوي الذي انقذ مرماه من هدفين اكيدين. الحكم اذا بعد هذه الكره مباشره سيعلن عن نهايه المرحله الاولى من عمر هذه المباراه بتعادل سلبي 0-0 بين المولوديه البجاويه ونادي الزمالك. سيكون امامنا 45 دقيقه كامله في المرحله الثانيه من اجل ان نسجل الهدفين اللذان نحتاج اليهما من اجل تعديل النتيجه. وانطلق يايا من هناك في اخر فرصه واخر كره للمولوديه البجاويه خلال المرحله الاولى من عمر هذه المباراه. يتركها الياس بوكريا الذي سينفذها على شكل ركنيه، يفضل ان يلعبها مع يايا للياس بوكريا. يلا يايا لا تنتظر ان الحكم سوف يعلن عن نهايه الشوط الاول اذ لم توزع هذه الكره. يلا التوزيعه لنضاي، تدخل يوسف في نهايه المطاف ومخالفه. مخالفه في مكان مناسب. يلا يا حمزاوي هذه كرتك الان، لا يمكن ان تتاح لك فرصه افضل من هذه، لا يمكن ان تتاح لك فرصه افضل من هذه بقدمك اليسرى. هاي الاعاده للكيفيه التي سقط بها فرحات في مكان مناسب ملائم على بعد 22 متر فقط من مرمى الحارس البديل. عندك فرصة، المكان مناسب ملائم، الزاوية مفتوحة. الحارس البديل محمود عبد الرحيم لم يدخل بعد في المباراة، لم يقم حتى بالحركات التسخينية. الآن هو فقط يحاول أن يسخن نفسه ويحضر نفسه. المهم فقط أنها تكون في الإطار يا حمزاوي، لازم توضعها في الإطار أو يخليه. أعتقد حمزاوي لما لا يكون حمزاوي يكون حتى يايا عنده تسديداته، ولكن من هذه الزاوية الكرة بحاجة للاعب يسدد بالقدم اليسرى. أو ربما بكرية كريم، أيضا بكرية متعود أن يسجل مع